أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. أنا بحب ربنا أوي، بس مش عارف إزاي أقرب منه. أنا جوايا حماس ورغبة إن ألتزم ومرجعش للغلط تاني، بس عايز أعرف أبدأ بإيه. الإجابة باختصار: التوبة. طيب إزاي أتوب توبة صادقة لله؟ قبل ما نتكلم عن شروط التوبة، عايزين نفكر شوية مع بعض. لازم نستحضر مع بعض مصيرنا الحتمي في الدنيا اللي عايشينها دي. كلنا هنموت، وبعد الموت في بعث، وبعد كده يوم القيامة، وفيه أقوى مشهد لينا وهو الوقوف بين يدي الله. حوارك مع الله سبحانه وتعالى لازم تفكر فيه شوية وتتأمل فيه. ربنا هيقولك: يا عبدي، تذكر يوم فعلت فيه كذا وكذا وعصيتني، وأنا أكرمتك وأنعمت عليك، وأنت يا عبدي استخدمت نعمي عليك في معصيتي. فاهم معنى إنك عارف إن الله مطلع عليك وأنت بتعمل المعصية، وجعلته سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك؟ في ناس من شدة خجلها في اللحظة دي جلد وشها بيقع. تخيل كده، وبعد كل المعاصي دي ربنا سترك وما فرحكش قدام الناس، وأخدت فرصة واتنين وتلاتة. الموضوع كبير يا اخوانا، والله مش كلام. هقولك تخيل كده، ابنك حبيبك بيعمل حاجة غلط وانت تقول له: عيب يا ابني. يقولك: معلش. تخيل لو كرر الفعل ده تاني وتالت، وتيجي تقول له: عيب، يقولك: ما خلاص بقى. هتغضب منه قد ايه؟ وهتعمل فيه ايه؟ لانه حتى ما اعتذرش ليك. هتقوم تعمل فيه ايه ساعتها؟ ولله المثل الاعلى. فعايزك تفكر كده في حالك مع المعصية عامل ازاي. بتندم بعدها ولا لا؟ تخيل لو انت ما بتندمش على المعصية، اللي هو ولا كأنك عملت حاجة غلط ولا همك حاجة. لو انت كده فعلا، خاف على نفسك. لازم يا جماعة نأنب نفسنا على أي حاجة غلط بنعملها. مش مشكلة نغلط، كلنا بنغلط، بس لازم نعتذر ونتوب. أيوة نتوب. التوبة معناها الرجوع مرة أخرى لربنا. معناها إنك مقدر ربك وخايف منه وعامل له ألف حساب. لو غلطت ارجع تاني، ولو 100 مرة تغلط ترجع تاني. انت ليك حد غيره سبحانه وتعالى؟ اوعى الشيطان يقولك ازاي هترجع لربنا، ده انت عملت وسويت. اوعى. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. هنقول رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أحد كبار الصحابة، أنه جاء إليه أحد الناس ذكر ليه ذنب قبيح عمله، فسيدنا عبد الله بن مسعود أعرض عنه، مش قادر يبص ليه من قبح الذنب. لكن سمعه بيبكي، راح راجع له تاني، قال له: لو صدقت في توبتك ربنا هيغفر لك، وإن الجنة لها 8 أبواب، كلهم يفتح ويغلق إلا باب التوبة، مفتوح دايما. سبحان الله، التواب الرحيم الودود العفو. طيب، هقول لك آخر حاجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا كان بيتوب في المجلس الواحد 70 مرة، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالحياة عبارة عن توبة لا نهاية لها للمؤمن الحق. يا ريت كل يوم نقول: استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، اتباعا لسيدنا النبي، ونواظب عليها كتوبة يومية. نيجي بقى لشروط التوبة. هي 4. أولا، الندم على الأفعال المحرمة. ثانيا، الإقلاع عن فعل ما تبت منه. ثالثا،
النية بعدم الرجوع مرة تانية للذنب، ودي مهمة جدا. مش أبقى ناوي إن بكرة هعمل نفس المعصية وأقول أنا هتوب تاني. لازم تقطع على نفسك كل أسباب المعصية. مكان بتروحه في فساد يبقى ما تقربش منه. صديق سوء هيلعب في دماغك يبقى ما تعرفوش تاني، وهكذا. رابعا، رد الحقوق لأصحابها. ما بينك وبين ربنا من معاصي وذنوب تغفر جميعا برحمة ربنا عليك، لكن لو واكل حق من حقوق الناس لازم ترده، ولو عاجز انك ترده ربنا هيساعدك لو نيتك صادقة. الغيبة والنميمة من الحقوق برضه، دي بقى نعمل فيها ايه؟ لو ذكرت واحد في مجلس بسوء تذكره بخير في نفس المجلس. لو تعرف تعتذر ليه، لو حاسس انه هيقبل ممكن، لكن لو هيزعل منك وده في الغالب ابقى ادعي له كل ما تفتكره. الغيبة والنميمة دي بتاكل في حسناتك يوم القيامة. كل واحد جبت سيرته بسوء بياخد من حسناتك، ولو خلصت حسناتك بتاخد من سيئاته. احذروا يا جماعة من الغيبة والنميمة، وبناتنا وستاتنا خصوصا. كده شروط التوبة خلصت. يلا بينا نتوكل على الله ونتوب. فكر إن في موت وفي حساب وفي وقوف بين يدي الله مالك الملك. قوم وصلي ركعتين سنة التوبة حالا، وقول يا رب عبدك الضعيف المذنب اللي ياما عصاك وصبرت عليه، وياما عمل معاصي وانت سترته يا رب، راجع ليك دليل يتمنى عفوك ورضاك. يا رب توب عليا لأتوب. لو ربنا وفقك وسمعت المنشور ده وكمان تروح تقوم وتصلي وتدعي ربنا بالتوبة، اعرف ان ربنا هيقبلك برحمته وعفوه لأنه التواب الرحيم. وتكرر التوبة دي تاني وتالت وعاشر. امحي ذنوبك كل شوية وخد رتبة ان ربنا يحبك كمان. هتقول ازاي؟ هقولك مش ربنا قال ان الله يحب التوابين؟ يلا يا سيدي هتكسب كمان محبة ربنا. بس دول التوابين يعني الكثير التوبة، يعني ما تنساش كل يوم استغفر الله العظيم واتوب اليه 100 مرة. اوعى تنسى التوب النهاردة، وتصلي ركعتين توبة، وتكتب تم في التعليقات عشان تشجع غيرك، وربنا يتوب علينا كلنا لنتوب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سلام ومحبة ورحمة من الله عليكم جميعا، ودمتم أعزائي.